وبعدين عايز اقول للمشاهدين حاجه اهو، زكريا بطرس كل شغله السب في النبي بس ليل ونهار، ليل نهار ليل نهار. على فكره هذا رجل انا قلت لكم قبل كده مجنون. يعني في بس مش اذكر اسمه، قصه في مصر كبير معروف وفي القاهره لما اتصل علي بعد الحلقه اللي كنت قلت فيها انا نظرك يا زكريا بطرس في اي مكان حتى في لندن عندك، وبقول ان الكنائس المصريه بريئه منك الى اخر هذه الامور، اتصل علي قال لي اتدري ان هذا الرجل بعد اللي عمله ده وبعد السب في النبي نبي الاسلام واللي عمله هذا اصيب بحاجه غريبه. بقول له ايه؟ قال لي بيبول على نفسه وجاز. سبحان الله. اي والله الذي لا اله بيقول لي بيبول، انا ماذا كنت قبل ذلك بيبول على نفسه. والله هذه بشرى فيك. هذه بشرى، ما انا بقول للمشاهدين اهو انا التزام من جنس العمل. انت قاعد تتكلم وتبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطهر الكامل، انت اللي نجس اهو ليل ونهار انت نجس. بقول لك يبقى قاعد معاهم كده يبول على نفسه، لا يتملك على الاطلاق، في النوم يبول على نفسه، لذلك لا تقبله امراه ولا يقبل الانسان حتى في مجلس. هو لذلك انا بعتقد ان بيجيبوا له قصريه تحت رجليه وهو شغال في القناه الفاشله بتاعته دي. لماذا؟ بسبب الفضيحه او مركبين له قسطره، والجزاء من جنس العمل. لماذا؟ لانه تطاول على افضل مخلوق على ظهر كوكب الارض.